مشاهدينا الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة من سنة 1445 هجرية، الموافق ل29 من يونيو 2024. حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأدام عزه ونصره وخلد في الأعمال الصالحة ذكره، وإن لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدين الكرام، بقلوب مؤمنة تلقى الشعب المغربي خبر وفاة أم جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين. وفيما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله صلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إن لله وإنا إليه راجعون. ورحم الله صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والتي انتقلت إلى عفو الله ورحمته يومه السبت. إن لله وإنا إليه راجعون. صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة أم أمير المؤمنين، الله يرحمها، الله يرحمها، والله يوسع عليها ضيقات القبور، والله يجعلها مع الشهداء والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. رحم الله صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة وأسكنها فسيح جنانه. إذن مشاهدينا الكرام، فيما يلي نص البلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ل29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا مشاهدينا الكرام، وفاة والدة الملك محمد السادس تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جنانه، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إذا مشاهدين الكرام، القصر الملكي ينعي صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة، والتي انتقلت إلى عفو الله يومه السبت 22 من ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ل29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأميرات والأمراء. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن مشاهدين الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون. بقلوب مؤمنة تلقى المغاربة خبر وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا لطيفة أم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال في عمره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.